السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء وفرحانين ومتهنين ومحققين كل اللي نفسكم فيه. النهاردة الفيديو بتاعي هيشجعكم جدا في حاجات كتير حلوة قوي قوي ايه قوي، وان شاء الله هنعمل حاجات حلوة كتير قوي مع بعض، وان شاء الله نستفاد منه لو بحاجة بسيطة. فكملي معايا الفيديو للاخر، في حاجات حلوه كتير قوي هتنفعكم كلكم، بس كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تعملي اللايك الحلو والكومنت الحلو. وحابه كده في بدايه الفيديو ارحب بكل الناس الجديده اللي دخلت معايا ونورتني. وجودكم في قناتي ده شرف كبير ليا، ولو لسه اول مره تشوفيني انا شوشو، دي قناتي. اتمنى تنوريني في القناه وتفعلي زر الجرس اللي تحت اللي باللون الاسمر دوت، وتوقفي له شنباته كده عشان يسلك مني كل حاجه جديده بنزلها. يلا بينا نخش على الفيديو على طول عشان ما نرغيش كتير، عشان الناس اللي مش بتحب الرغي. انا نزلت كده، كانت التلاجة عندي يعني الى حد ما كده فاضيه ومكركبه وطلع ايمنها. فنزلت كده اشتريت شويه حاجات، شويه خضار. انا طبعا عشان انتوا عارفين ان احنا في صيف وما بقعدش في البيت كتير، فبجيب الحاجات اللي عايزاها ومحتاجاها. يعني قبل ما بنزل من البيت بشوف، طبعا احنا الستات كلنا عموما، الستات المصريات مجرد ما بتمسك الفلوس كده بتسيحها وبتخليها تروح في حتة تانية. فطبعا انا اول حاجة بعملها ان انا بشوف ايه اللي ناقصني كده عشان اعرف امشي البيت، اشوف البيت ناقصه ايه. وطبعا انتوا عارفين، الناس اللي متابعيني عارفين مش انا اللي هقولك تمشي ميزانية البيت عندك ازاي، لان انا واحدة من الناس بخرب ميزانية البيت، ما بعرفش امشي البيت اصلا. فانا نزلت كده بشتري الحاجه. انا هعمل اكل كده يعني اليوم دوت انا كنت هعمل جلاش عند الولاد، لان انا كان في حاجات عايزه انضفها بما اننا احنا بادئين التنظيفات بتاعه المدارس وكده. فقلت اسهل حاجه عندي الجلاش، بروح ارميها اي حاجه في الفرن كده، بعملها سريع وبحطها في الفرن وبروح اشوف اللي انا عايزاه. احنا متفقين ان احنا طول ما في تنظيفات لازم اهم حاجه نخلص من المطبخ، ويبقى هننضف بره، يبقى المطبخ عندنا زي الفل، اكلنا موجود، ما نكركبوش بره وجوه. فنزلت اشتريت بقى، كان ايه، قلت اشتري حاجات للتلاجة، لان انا كانت التلاجة سبتها لغاية اما تخلص يعني تفضى خالص، عشان عندنا برضو في الفيديو ده ان شاء الله هننضف التلاجة مع بعض سوا. فقلت ايه، انضفها بقى وابقى ارصها. فاشتريت بقى جبنه ريدوس ولانشون وجبنه تركي وبسطرمه وزيتون والحاجات، شويه الحاجات اللي انتوا شفتوها دي، وجبت الجلاش وجبت طماطم، جبت الحاجه بتاعه التلاجة. انتوا عارفين طبعا انا مش انا اللي انا هقول لكم مشوا ميزانيه البيت ازاي. يعني هي الحاجه مولعه جدا وغاليه جدا، كل واحد بيمشي بيته بالطريقه اللي تريحه. ويا رب ربنا يرزق الجميع يا رب. ومش عارفه اقول لكم ايه، ويكون في عون كل حد كده فاتح بيت وشايل مسؤوليه بيت وولاد، وطبعا داخلين على مدارس ومصاريف وكده. ربنا يعيننا جميعا ويقوينا. وطبعا هنا كنت شاريه بقى شويه منظفات كده، عشان عندنا بقى ايه، يعني نغسل سجاده المطبخ، وعندنا كام سجاده كده عايزين يتغسلوا. فكان لازم ان انا اشتري ايه، شويه منظفات كده. وعندنا الراجل ده، انا طول عمري ما كنتش بشتري منظفات من عند الراجل بتاع المنظفات، بشتري الحاجه اللي هي الجاهزه اللي في الهايبر او في السوبر ماركت او في بيت الجمله او الحاجات الكبيره دي. بس طبعا انا عشان الاسعار بقت نار نار نار، فما بحبش ان انا برضو ايه، قلت على قد الحاجه اللي انا بعرف يعني اوفر منها بوفر منها، بلاش تبذير يعني. قلت كده كده انا هغسل السجاد، فمش لازم ان انا اجيب برسيل جل اوتوماتيك ولا برسيل جل من اللي هو الغالي دوت، او المنتجات ايا كان المنتجات الغاليه ديت. اجيب كيس بريل مثلا ب5 جنيه واغسل السجاد، كده كده كله بيقضي الغرض. فعلى قد ما بتقدري ان انت بتحاولي ان انت تحافظي على مصروفك وتحافظي على ميزانية بيتك وتمشي بيتك، كل واحد بيمشي بيته بالطريقة اللي تريحه. هنا طبعا انا طول ما في بطاطا وفي ذره في السوق، انا بعشق حاجه اسمها بطاطا. فما كانش ينفع ان انا اشوف البطاطا وما اجيبهاش، فرحت جايبه كده حوالي 2 كيلو ونص كده بطاطا، وبغسلها بقى كويس، بنقعها الاول عشان تنزل الطينه منها. ولو في فرشه مثلا كده متخصصه لغسيل الخضره وكده، فانتي ممكن تروحي غسلها بالفرشه بتاعه اللي هي تخسيس الخضروات دي، بتتباع هي كده. وفرشه اللي هي عندي في اللي هي في الحوض دي، بس انا ما بحطهاش، ما بعملش بيها، لان ديت بشيل بيها دهون، بشيل بيها حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ايه، نقعتها وسبتها لغايه اما اخلص. وانا كنت اوريدي حاطه الجلاش، ان شاء الله هنزل لكم الجلاش ده وانزل لكم بقيه الفيديو، لان الفيديو ده طويل، لان انا فضلت يوم بحاله مشغله الكاميرا. فالفيديو دوت عشان انا
هينزل طويل شويه، معلش استحملوني. وان شاء الله هنزل لكم بقيه الفيديو في فيديو تاني، لان الموضوع كان كبير قوي، والمطبخ انتوا عارفين شغل المطبخ كتير وحاجات المطبخ كتير، واحنا قلنا احنا لازم نعمل تنظيفات المدارس، لان طبعا احنا بنخش المدارس يا دوبك اليوم ما بيبقاش فيه وقت خالص ان انت تقومي تنزلي مدرسه وترجعي من المدرسه تخشي على درس، ومن درس على هوم ورك فما فيش وقت للتنظيفات. احنا خلاص بقى لازم ننظف ونخلي الحاجه على الاقل ايه ايدينا تبقى فينا، اللي هو نعمله من على الوش بس. فانا كانت التلاجة عندي طبعا منظرها مش لطيف زي ما انتم شفتوا. انا فكيت الرفوف وقلت هعملها كده بشويه خل وشويه بحته قماشه، لقيت الموضوع لا بنستاهل اكتر بكده. كان في جيلي مقلوب وفي رز بلبن مقلوب. انا كنت مفكره ان الموضوع سهل، يا دوبك هعملها كده بشويه خل واطهرها واعقمها وخلاص على كده. لقيت ان الموضوع محتاج معايا ليفه وصابونه وكده، فرحت جايبه شويه بريل مواعين وحط عليه شويه خل برده، ورحت مصبناها كده بالليفه ناعمه. ما بعملش بليفه خشنه ولا بعمل بسلكه مواعين، انا بليفه ناعمه، وبروح عامله بيها التلاجة وبروح منشفه كده بالليفه. وانا ما كانش ينفع ان انا اشيل الفيشه، عشان ما تقوليش الفيشه، انا عارفه ان ده غلط، بس عشان الفيشه ورا التلاجة وانا مش عارفه انزل التلاجة، وما كانش في حد ان هو يطلعها لي على الحته اللي هي السكلوم اللي قدامكم ده، فكان لازم ان انا اعمل بسرعه 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 بسرعه. فانا كنت مشغله الولاد تحت ايديا ان هم ايه يناولوني، يشطفوا لي الفوطه ويرجعوا، اقفل التلاجة واروح اشطف الفوطه وارجع. فطبعا كل دوت شلته من المونتاج. فزي ما قلت لك كده، بصوا هنا التلاجة هتبقى زي الفل بحته ليفه ناعمه وحبه بريل مواعين ويعني وحته قماشه كده نضيفه. القماش الفايبر ده حلو جدا 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 جدا. اهم حاجه ان القماشه معاكي تكوني فايبر. بصوا طبعا انتوا مش متخيلين منظر التلاجة، بس انا طبعا شفت المنظر ده لما فكيت الرفوف. وطبعا هي مسحه ايدك في تلاجتك على طول. انا فعلا كانت عامله ريحه وحشه، كانت قربت يعني استغفر الله العظيم، مش عارفه مع اني ما كانش فيها حاجه، بس انا اكتشفت ان كان عامله ريحه. حته جبنه قريش كده كانت مركونه في اخر رف وانا ناسياها، فهي كانت عامله ريحه. عارفين بقى ريحه القشط بتاع الاطفال، او انتوا اكيد اخدين بالكم الناس اللي هي لو حاجه عفنت في التلاجة. وانا عندي اللي هي نيوفريست دي المفروض ان هي ما بتعملش ريحه خالص، بس كانت ريحه الجبنه القريش والريحه الجبنه كان في حته جبنه الولاد فاتحين العلب وسايبينها تحت. وانا طبعا مش من الناس ان انا بحط في يعني في علب حافظه ولا بحط في علب تلاجة. انا بجيب الحاجه وبحطها كده، بحيث برضو كده كده لو حطاهم في علب هيتبهدلوا معايا وهم مش هياخدوا بانتظام. وطبعا اخدت الرفوف بتاعه التلاجة معايا. طبعا خلي بالك لان انا وانا بخلع الرف دوت، بس مش المره دي حرام، المره اللي فاتت وقبل كده الولاد كانوا متشعلقين في الباب كسريني الرف الاخر واحد في الباب، برضو اخدين بالكم منه. ده الكلام ده كان في رمضان، ومتابعيني اللي كانوا بيتفرجوا عليا اكيد عارفين. هنا بصوا كان رز بلبن وجيلي طبعا، وانا ما كانش عندي ميه سخنه، كنت شايله فيشه السخان وكانش في ميه سخنه ان انا اسيح. فقلت هما ايه يا دوبك هحكها كده، فاتحكت كده فالرز بلبن طلع والحمد لله. وغسلتهم بشويه بريل مواعين، وحطيت على بريل المواعين خل زي ما احنا اتفقنا عشان يعقم ويطهر معايا. وخليت الرفوف زي الفل، هسيبها كده تصفي، وهغسل باقي الرفوف واسيبها برده تصفي. وهرص بقى الحاجه بتاعتي اللي انا جايباها عشان احط الحاجه بقى على نظافه. وبالنسبه الفرش انا كنت حاطه فرش بتاع رمضان دوت، انتوا عارفين ان انا من رمضان مع يعني بعمل التلاجة من يا دوبك امسح الرفوف كده، وما شلتش ولا غسلت ولا عملت تنظيف عميق. والفريزر عندي ما هو ما فيهوش غير عيش ومكان. قبل ما بجيب الحاجه واحطها، الناس اللي متابعيني برضو عارفين انا لا بحط سمك ولا لحمه ولا فراخ في الفريزر. الحاجات دي بحب ان انا اجيبها فريش كده. فانا لو عندي في الفريزر عندي عيش مثلا، عندي توم، عندي مثلا مفرزه شويه باميه، مخزنه شويه قلقاس، شويه بسله، هو الخضار بس اللي عندي في الفريزر. لكن اللحوم والفراخ والسمك انا بحب اجيبهم فريش كده بالتليفون، بجيب الحاجه يوم بيومه. ما بحب اشيل الحاجات دي عندي في الفريزر. فالفريزر برضو كان عندي ان هو يعني مش مليان قوي عشان يحتاج تنظيف. هو كان اوريدي كان نظيف، لان انا بعد ما بيخلص العيش قبل ما بيجي العيش التاني بروح منضفه وما بخليش رده تقع في الفريزر، عشان الرده ديت بتسد الهواء بتاع التلاجة ومش بتتلج وبتبوظ التلاجة. فانا على قد ما بقدر ما بحاولش ان انا انزل رده في التلاجة بتاعتي. هنا بصوا بقى، اكيد انتوا اخدين بالكم قبل وبعد كانت عامله ازاي. والله العظيم سبتها طبعا، نشفتها كويس جدا، ورحت خليت الرفوف مسحتها، وخليت الولاد قعدوا مسحوا معايا الرفوف. زي ما قلت لك شغلي ولادك كده تحت ايديكي ونشفوا لي الرفوف، وانا سبت الرفوف تنشف. وبعدين رحت جايبه بقى المفارش ديت لغايه اما انزل اجيب، ما كانش عندي فانا اتصرفت. المفارش دي كانت قديمه بتاعه الدولاب، وانا لما جددت مفارش الدولاب رحت شايلاها.
مش عارفه، انا سمعت ان المفارش ديت غلط على التلاجة، بس انا بحب ان انا ادي تلاجتي كده واخليها عروسه كده، وافرش التلاجة واخليها عروسه ومية فل و14. ففرشت التلاجة عندي. بصوا بقى، بصوا الدلع والجمال. اساسا الفرش خليكي تفتحي التلاجة كده لو انت مش جعانه نفسك تتفتح على الاكل وتتفتح على الشرب وتتفتح على حاجه. هنا بقى كنت رصيت العلاج. طبعا ما فيش اي تلاجة مصريه من بيت اصيل خاليه من العلاج. طبعا بما اني انا عندي 4 اطفال وكده، ف يعني ربنا شفاهم الله وعافاهم. هنا رصيت الحاجه بتاعتي. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ما بحبش احطها في علب في العلب ديت. هنا حطيت الطماطم وبطاطس، حتى عشان البطاطس انا لما بحطها في المطبخ بتبوظ بسرعه من الحر، ولما احطها في البلكونه الفريم بتقرقضها زي ما انتم شفتوا برضو في الفيديوهات اللي قبل كده. فرصيت الجبن على الرف الاولاني، ورصيت الطماطم والبطاطس والخيار والفلفل والليمون على الدرج التاني. والبطاطس برضو حطها في التلاجة. بجيب اول باول، ما بقتش اجيب كميات من البطاطس والبصل، لان البصل والبطاطس وصلوا بقى سعرهم اوفر، فانا بجيب الحاجه على قد بدل ما تبوظ معايا خساره. البصل عندنا هنا في اسكندريه مش عارفه وصل ل 22 جنيه، فانا فوجئت ان السعر بتاعه 22 و25 جنيه، والبطاطس ب 17 جنيه. فيا دوبك بجيب على قد الطبخه او على قد اللي يكفيني. وكده كده زي ما قلت لكم، انا السوق تحت البيت عندي او بالتليفون في السوبر ماركت عندنا هنا بيبيع خضار برضو، فبجيب حاجتي بالتليفون، وكل حاجه بتبقى متاحه عندي، فما بغلبش في حاجه. يعني انا الحمد لله في مكان فيه كل حاجه، فبجيب على قد اللي يكفيني بحيث ان الحاجه ما تبص معايا وارميها، فمش خساره فلوس وخلاص. وربنا يكون في عون كل اب وام فاتحين بيت و... والحمد لله على كل حال. ودايما بحمد ربنا والله العظيم على، بصوا اهم حاجه الستر والصحه وراحه البال والاربع حيطان، هو ده اللي انا دايما بقوله. يعني الحمد لله على كل حال. هي الحاجه غاليه جدا والدنيا صعبه جدا، وزي ما قلت لكم ان احنا داخلين على مدارس والدنيا مولعه مولعه مولعه. فربنا يكون في عون كل ام واب كده وكل ام فاتحين بيت، وربنا يقوينا جميعا. هنا بقى رحت داخله، طبعا زي ما احنا اتفقنا ان احنا طبعا داخلين على ايام دراسه وداخلين على ايام مدارس، فلازم كل يوم نعمل اي حاجه. فانا طبعا بعد ما عملت التلاجة كان السجاده عندي اتبهدلت واتنيلت ميه مطرح الغسيل الرفوف وكده. انا غلطتي ان انا ما شلتش السجاده، بس كده كده كان لازم ان انا اغسل السجاده، لان السجاده كان بقالها فتره ما يعني محطوطه على الارض وما اتغسلتش من العيد. ما كنتش غسلت معاكم سجاده المطبخ، وانتوا عارفين ان انا عندي 3 سجاجيد لسجاده المطبخ. فانا قلت ايه، ببدل ما بينهم، والتلاته الحمد لله ما كانوش عايزين، ما كانوش اتغسلوا. فانا قلت اغسلهم. فانا مسحت اللي هو الدولاب بتاع المطبخ ده. الدولاب دوت اول رف فيه المعالق، وتاني رف فيه اللي هو الكيس بتاعت الفرن ولف المواعين، وتالت رف دوت فيه زي الخزين ازازتين زيت مثلا، على شويه فحم، على السلك بتاع المواعين حطها في بوكس كده وقافله عليه بحيث ان انا بسحب منه. يعني كده كده الدولاب دوت ما فيهوش حاجات كتير. فانا هنا رحت بعد ما خلصت دوت مسحته، وكنت غاسله المعالق قبليها بيوم بس ما صورتش معاكم. وهسيق بقى الارض كده بشويه بريل المواعين وهطهرها كده ولمع الارض طبعا عشان ريحه النظافه تطلع منها. وانا عندي البوتاجاز اوريدي كنت مسحاه وانا بعمل الجلاش. ان شاء الله ان شاء الله هينزل لكم في فيديو لوحده عشان الفيديو ما يطولش. انا حاسه كده ان الفيديو طول معاكم، بس معلش بقى اعذروني واستحملوني. والناس صحاب الباقات صحاب الالف ضعيف استحملوني، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وزي ما قلت لكم انتم احسن من ناس كتير عاشرتهم في حياتي والله العظيم. ربنا يخليكم ليا ويكبر بخاطركم. وحابه اشكر كل حد دخل ونورني في القناه. قناتي بتكبر بيكم وليكم برضو، وانتوا اللي بتشجعوني ان انا انزل لكم الفيديوهات، وانتوا اللي بتشجعوني ان انا امسك الكاميرا وان انا اطلع لكم كده تاني. وعايزاكم بقى تحطوا لايكات كتير وتحطوا كومنتات كتير عشان الفيديو يكبر واللي يوصل لناس كتير والمحتوى بتاعي يوصل لناس كتير. انا عارفه ان في ناس ما بتأثرش معايا وما بتستخسرش فيا حاجه، وانا عارفه الناس دي كويس. ربنا يخليكم ليا. والناس دي طبعا في حته تانية خالص. وفي ناس بتتفرج كده من بعيد لبعيد وما بتعلقش وما بتقولش اي كومنت وبتستخسر فيا اللايك. هو قلت لك صباع صباع بس. انا مش طالبه منكم المستحيل، ده اقل حاجه ممكن تقدموها لي، ان انا جدا بتعب جدا 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 جدا. بتعب في الفيديوهات بتاعتي وبتعب ان انا منتج لكم وان انا اصور لكم. وساعات والله العظيم كتير ان بيجي عليا الوقت انا فعلا ببقى تعبانه ومش قادره ان انا اقوم من مكاني، بس بقوم عشان خاطر الناس اللي بتسأل انت فين، والناس اللي دايما متابعيني ودايما بتحط لي كومنت حلو. ده هو ده اللي بيشجعني. الناس دي في قلبي في قلبي عشان هم اللي بيدوني باور وان انا اكمل. متشكره ليكم كلكم وربنا يكبر بخاطركم كلكم. يا احسن واجدع اخوات عرفتها في حياتي.
هنا بقى رحت مخلصه المطبخ كده زي ما قلت لكم، انا مسحت كده المطبخ، وهحط شويه ديتول، عندك معطر حطي، عندك ديتول حطي، عندك فينيك حطي، اللي انت عايزاه تحطي، انت بتحبي ريحته حطي. ورحت مخلصه الارضيه بتاعتي كده. وطبعا في سجاده تانية هطلعها، كنت بقى عصفور مهوياها لان انا بشيل دي واحط دي، فهطلع اجيبها وهسيب الارض هنا تنشف خالص. بس بعد طبعا انتوا عارفين ان انا من وقت للتاني ما بحبش ان انا اقلب ميه على طول عشان الحاجه معايا ما تصديش، من وقت للتاني بحب ان انا ادلق ميه وكده. فمش انتوا برضو مش على طول تدلقوا ميه، لان زي ما قلت لكم ان الاجهزه غاليه والماتيريال بتاعتها مش بتبقى مضروبه دلوقتي وكلها صيني. فحاولوا على قد ما تقدروا تحافظوا على الاجهزه بالذات، لان الاجهزه ولعت جدا. وطبعا ما بقاش في امكانيات، حتى لو في امكانيات زي ما قلت لكم ان الماتيريال مش هتبقى كويسه. ف يعني حاولوا على قد ما تقدروا ما تقلبوش ميه كتير عشان الاجهزه ما تصديش معاكم. هنا بقى بحط اللي هو اللافندر دوت بالصنوبر كده، جنرال باللافندر والصنوبر، ريحته حلوه قوي، انا بعشق الريحه دي جدا. وده كنت جايباه هديه على جيركن بريل كده من مايو من اللهم صل على سيدنا محمد، من فتح الله. وده ريحته طبعا ريحته دي دي بقى اللي بتخليني ان انا فعلا اشعر بالنظافه، ريحته حلوه جدا جدا جدا. بعد ما حطيته كده هنشف بقى الارضيه بالمساحه بتاعتي، وهسيبها بقى ان هي تهوي تنشف خالص عشان لما افرش السجاده ريحتها ما تكمكمش معايا وريحتها تعفن معايا. وبعدين طبعا الاكل اوريدي في الفرن، طبعا انا مش هوريكم الاكل غير في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا عامله جلاش طعمه حلو قوي وبطريقه حلوه قوي، والولاد عندي بيحبوها ومفيش ولاد ما بيحبوش الجلاش. فان شاء الله هنزل لكم الطريقه الفيديو الجاي، وهكمل معاكم بقيه يعني هكمل معاكم الفيديو دوت في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وطبعا الفيديو دوت انا عاملاه لكم، انتوا عارفين ان انا لما بحب اجي اعمل روتينات بعمل روتينات بقى مليانه حاجات، وانا عامله الفيديو دوت بقى عالمي كده، هيديكي جرعه من النشاط والحيويه، وعايزاكي كلكم تتشجعوا كده وتقوموا حالا تشوفوا وراكوا ايه وتعملوه، لان احنا عملنا حاجات كتير قوي مع بعض ولسه هنعمل. واللي لسه ما كملش الفيديو كملوا الفيديو معايا للاخر وبلاش تجروا، شايفاكي اللي هتجري المشاهده كملوا مشاهده وساعدوني طبعا ان انا احقق بقيه الشروط. فكملي معايا الفيديو للاخر، لان انا طبعا ما عملتش روتينات كتير في المطبخ وبقالي كتير ما عملتش روتين، فالنهارده هو روتين في المطبخ، وان شاء الله هنعمل روتينات كتير قوي في المطبخ. فانا ما بحب ان انا اخلص الفيديو بتاعي وكلنا مستفيدين. وطبعا في ناس بتقول لي انا مش قادره اقوم من مكاني، وفي ناس تعبانه وكسلانه. فعايزه اقول لك طبعا اوعي تسيطري للكسل يسيطر، خلي الكسل يسيطر عليكي، ولا تخلي التعب يسيطر عليكي. تعبانه اوريدي يعني شفاك الله وعافاكي، اوعي تيجي على نفسك، هخلي التعب ياخد وقته ويروح لحاله، عشان لو جيتي على نفسك محدش هيخبط عليكي، ولا حد هيجي يعمل حاجه لاولادك، ولا حد هيديكي من صحته، ده لو تعبانه فعلا. انما لو بتدلعي بقى لا، انسي محدش هيسال فيكي يا ماما، تدلعي براحتك. في ممكن ساعات نبقوا ندلع بقى على نوع ايه، زهقانه مخنوقه قرفانه، الكلام اللي هو من النوع دوت لا مفيش منه. لان انما يعني بجد انت لو تعبانه هقولك على حاجه، اوعي تهلكي صحتك وتعملي حاجات كتير وتيجي على نفسك. انا بحس يعني من حقنا نرتاح، بس اوعي تكوني كسلانه، اوعي تكوني كسلانه. لو كسلتي هتلاقي ان لو عندك طبقين في المطبخ هتلاقي المطبقيه كلها بقت في الحوض. لو ما بتعمليش اكل هتلاقي نفسك ان انت صرفتي قد كده. فبلاش دلع، ولان نفسك هتلاقي نفسك ساعتها اتورطتي ورطه ما بعدها ورطه. فبلاش دلع عشان ما حدش هيجي يعمل لك حاجه، فاعملي حسابك للوقت دوت. ولو انت تعبانه فعلا بلاش تيجي على نفسك، وربنا يدينا ويديكم الصحه والعافيه وطولة العمر وما نحتاج لحد ابدا. وربنا يدينا الصحه والعافيه اللي تخلينا نخدم بيوتنا من غير ما نحتاج لاي حد. فاهم حاجه في الدنيا الصحه، لا فلوس هتنفع ولا ولا فيلل ولا شقق ولا عربيات ولا حتى ذهب ولا اي حاجه، ولا اي حاجه في الدنيا ممكن تشتري اي حاجه في الدنيا كلها الا الصحه. المهم حطي لايك عشان عماله اقول لكم كلام حلو اهوت، وانتوا عارفين ان انا بقول الكلام دوت مش بترتب، فاعذروني ان انا كل كلامي جاي متلخبط كده. فحطي لايك عشان انا تعبت جدا في الفيديو دوت، وما برضوش انزل لكم فيديوهات على طول عشان انتوا ما بتشجعونيش. لما بلاقيكم انتوا بتشجعوني والفيديوهات بتاعتي الريتش بتاعها بيعلى، فبقوم وبعمل لكم لايك وباجي على نفسي وبعمل لكم فيديوهات. لايك ايه؟ اعملوا لي انتوا اللايك، انا هعمل لكم فيديوهات وانتوا اعملوا لي لايك. اوكي، فربنا يديكم الصحه ويخليكم وتخدموا بيوتكم من غير ما تحتاجوا لاي حد. دايما يا بنات والله العظيم ادعوا الدعوه ديت كده، ان ربنا يديكم الصحه وما يخليكم ان انتوا تحتاجوا لاي حد، ان هو تخدموا يعني تخدموا بيوتكم بنفسكم. معلش هو كلامي ملخبط بس اعذروني، اكيد الناس اللي بتحبني هتعذرني، لان انا فعلا ببقى طالعه من انا الكلام ملخبط، تحس ان انا بجيب من كل فيلم اغنيه، بس معلش اعذروني.
المهم ما علينا. هنا بقى كنت خدت بقى سجاده المطبخ، قلت اغسلها معاكم بالمره، فدخلت رحت حطاها كده في الحمام، ورحت جايبه شويه بريل مواعين على شويه برسيل، كان عندي شويه برسيل اريال شويه صغننين كده جل في الباكت بتاع برسيل الجل دوت، فرحت حطاه. طبعا دي سجاده المطبخ مش محتاجه اي حاجه، هي دوبك يعني ما فيهاش دهون ولا فيها اي حاجه. فرحت حاطه كده شويه بريل وشويه كولوريكس الوان، ورحت بشويه بفرشه اللي هي المكنسه الناعمه دي، لو لقيت حاجه وهي طبعا كده كده غامقه، لما بيكون فيها حاجه فاتحه بعملها بفرشه اللي هي البلاط اللي هي بتاعت الارض دي. بس هنا الحمد لله هي ما كانش فيها اي حاجه، فانا هعملها كده بشويه برسيل جل وشويه كولوريكس الوان، وهتبقى معايا 100 فل و14. فانا عايزاك يا ست الكل منك ليها، لو وراكي حاجه قومي. وطبعا زي ما قلت لكم ان احنا داخلين على مدارس، فقومي اعملي واحده واحده كده. المطبخ ده من اهم الحاجات، ان طبعا بتحتاج شغل كتير، ما تجيش على نفسك وتهلكي نفسك. شوفي عندك نيش عايزه تنضف نضفيه، عندك ستاير عايزه تتغسل اغسليها، عندك نجف عايزه يتمسح تمسحيه، عندك سجاد عايزه يتغسل اغسليه، عندك دولاب عايزه تنضف نضفيه. قومي كده ونضفي، لان طبعا المدارس ما فيش وقت خالص ان احنا نعمله حاجه، واكيد الناس اللي هي عندها اولاد في المدارس حاسه بيا وعارفه انا بتكلم في ايه. فقومي كده وتشجعي وشوفي وراكي ايه، واعملي واحده واحده كده عشان المدارس. انا بقول لكم والله العظيم، عشان بجد انا واحده من الناس لما بيجي المدارس عليا بيبقى مفيش وقت، نازله طالعه نازله طالعه، دروس مدارس نزول مدارس، دروس مدارس، فلا بلاقي الموضوع صعب جدا. فقومي كده خلصي بيتك بحيث ان انت تنتبهي لاولادك. ويا دوبك لو انت مثلا فاتحه قناه زي حالاتي كده، يا دوبك تعملي اللقمه او تعملي فيديوهات روتينات كده على الماشي، تكوني خلصتي بيتك والدنيا عندك 100 فل و14. تمام. انا عايزه بقى الفيديو دوت توصلوا لي الفيديو دوت ل 200 لايك. عايزه الفيديو ده يوصل معايا ل 200 لايك، وعايزه الريتش بتاعي يعلى عشان ما تحبطونيش تاني ويجيلي اكتئاب واحباط ويأس تاني لما بلاقي الريتش بيبقى واقع. بيجي لي احباط ويأس وتلاقوني ما بنزلكوش فيديوهات. فعايزه بقى تشجيع من نار، تشجيع من نار كده، وتعملوا لي بقى لايكات كتير وكومنتات كتير وتشجعوني بقى، ها تشجعوني كده. والناس اللي بقى تقول لي الحمد لله على السلامه وما تغيبيش علينا والكلام الحلو ده، بلاقي نفسي ده اللي بيديني طاقه ايجابيه، بلاقي نفسي برجع واقول لنفسي طبعا لا قومي، في ناس بتحبك، قومي اعملي فيديوهات وقومي صوري، وقومي يا بنت هاتي الرينج لايت. بلاقي نفسي عماله اقول ايه، هو الموضوع مش سهل طبعا، وانتوا عارفين ان هي شروط اليوتيوب صعبه جدا، وال4000 ساعه دي صعبه جدا، وبحبط، وساعات بيبقى عندي نازل لي ساعات كتير والساعات تتشال. بس برجع واقول لنفسي ما فيش حاجه سهله، النجاح عموما مش حاجه سهله يعني، ومحتاج صبر، لازم تتعبي ولازم تجتهدي، فما حدش بيطلع السلم مره واحده، فواحده واحده. وبقعد بقى اقول لنفسي الكلام ده، وربنا يعمل اللي فيه الخير يا بنتي يا شوشو، وربنا ما بيضيعش تعب حد يا بنتي يا شوشو. اي حد بيتعب ويشتغل ويشقى ويطلع عين اهله بيلاقي، وربنا اقول لكم ايه، يعني اي حاجه بنعملها ربنا شايفنا احنا بنعمل ايه، لو خير لينا يقربوا مننا، ولو شر يبعدوا عننا، وربنا ما بيضيعش تعب حد هدر. وان شاء الله ربنا يعوضنا جميعا عن الخير، ويرزقنا الصحه والعافيه، ويرزقكم انتوا كمان الصحه والعافيه، ويرزقكم كل حاجه حلوه في الدنيا، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويهدي ولادنا وازواجنا، اللهم امين يا رب العالمين. عايزاكم بقى تقولوا لي اللهم اهديهم يا رب، ويجعل كل كلامكم ودعاويكم الحلوه في ميزان حسناتكم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقوينا جميعا، وان شاء الله ربنا يجعلها سنه دراسيه سعيده علينا جميعا، وربنا يقوينا جميعا ويهدي اولادنا جميعا. عايزاكم تدعوا لي وتدعوا لاولادكم وتدعوا لازواجكم جميعا، ويجعل تعبنا في فايده، وربنا معاهم وينجحهم ويوفقهم، من كل واحد نفسه في حاجه ربنا يحققها له باذن الله، وربنا يخليهم لينا ويجعلهم سند لينا وظهر لينا بعد ربنا، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى كنت خلصت السجاد بتاعي، ورحت جايبه طبعا اللي هي بتاعه المشايه اللي قدام باب الشقه كمان، قلت اغسلها بالمره. فانت لو كسلانه كده اتحداكي مجرد ما هتسحبي السجاده كده وتقومي تتنشطي هتلاقي نفسك كلتي سجاد الشقه كله. فقومي كده وشوفي ايه اللي وراكي، هي بس ايه اول طلعه كده، قومي بس اطلعي الطلعه دي. لو انت دلوقتي قاعده بتتفرجي عليا ومش قادره تقومي من مكانك، بصي على شوشي وغيري منها كده، وقومي غيري ملايه سرير، قومي اغسلي السجاده، قومي نضفي دولاب، قومي نضفي دولاب مطبخ، خدي لك رف في دولاب المطبخ، قومي اعملي اي حاجه حلوه للولاد، قومي اعملي اي حاجه للبيت كده، قومي دلعي نفسك. اما حاجه بس ان انت تدلعي نفسك كده وانت بتعملي شغل البيت، ما تنسيش نفسك، يعني على الاقل وانت رايحه جايه كده قدام المرايه تكوني حابه نفسك، هتلاقي انت حببي نفسك في الحياه، حببي نفسك في شغل البيت. فقومي كده اتشجعي، واتحداكي ان انت بعد الفيديو ده لو جربتي اللي انا بقول لك عليه دوت، هتلاقي قمتي وخلصتي كل اللي وراكي. واحنا بنعمل الفيديوهات دي كلها عشان نشجع من بعض. وهنا طبعا ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسنيش باللايك والشير والسبسكرايب،
وما تنسيش تعملي لي كومنت حلو، واستنوني بقى في فيديوهات، عايزه فيديوهات كده ولايكات وتشجيع من نار زي ما قلت لكم. هنا طبعا شطفت السجاده في البانيو وهسيبها بقى تصفي، مش هنشرها على الجيران. وهعمل هنا الحمام لان انا كنت عامله روجين تنظيف للحمام. هنا بقى هنضف الحمام بتاعي، يا دوبك همسح الارضيه كده وارش فيه شويه معطر، شويه فينيك، شويه اي حاجه من اللي انت بتحبيها من الروائح الحلوه دي، ديتول مثلا. وهسيب السجاد بتاعي يصفي، وبعد ما يصفي خالص عشان ما نشرش على الجيران، هطلع ان انا انشره وانشره على البلكونه. وده كان الفيديو بتاعي، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية كتير، هتوحشوني. الى اللقاء.